السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة بتشوفي قناتي اهلا وسهلا بيكي. اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس هيوصل ليكي اشعار بوصفات الجديدة. ومكملين تفريزات رمضان، فرزنا الفواكه والخضروات والكرنب والملوخية وكمان المخللات. هسيب ليكم الروابط في صندوق الوصف. فيديو النهاردة تفريز الفراخ. هنبدأ بالنقع وطريقة الغسيل المظبوطة عشان ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة، وكمان اسهل طريقة لتقطيع الفراخ غالية وعايزين نستفاد بكل قطعة فيها. هنطلع منها البانيه وخلي الاوراق للحمام الكذاب والكبد والقوانص والاجنحة، وهنطلع منها جزء للحشو وجزء لصينية البطاطس، جزء للفراخ المشوية، الفراخ الشيش. وهسيب لكم في صندوق الوصف وصفات كتيرة جدا للفراخ. وبسم الله نبدأ الفيديو. في طبق عميق او في الحوض زي ما انا عملت كده هضيف كمية مية وانزل بالفراخ، وعليهم هضيف شرايح برتقان، شرايح ليمون، ورق لورا، حبهان، معلقة كبيرة ملح، حوالي معلقتين خل ابيض او خل تفاح المتاح عندك، وممكن قشر برتقان، قشر يوسفي، قشر ليمون. مش شرط يعني تضيفي شرايح برتقان، وممكن نعناع، ريحان، او روزماري، او قرنفل، وممكن فلفل اسود بس حب، بلاش الفلفل الاسود المفروم. انا بديكي اختيارات كتيرة عشان تختاري المتاح عندك، ممكن حاجتين او 3، مش شرط كل الحاجات يعني. اي حاجة عطرية من اللي قلنا عليها هتضيفيها مع الملح والخل، هتدي للفراخ ريحة جميلة جدا وهتنسي ريحة الزفارة تماما. اول حاجة هبتدي بيها، انا بحتاج دايما يكون عندي فرخة سليمة. ممكن اقطعها بعد كده، ممكن اطبخها سليمة احشيها، بس بحتاج يكون عندي في الفريزر فرخة سليمة. الفراخ مغسولة كويس جدا ومتنضفة، وخلي بالك من القطع اللي انا بقطعها من الاجنحة دي ضافر يعني ما بتتسابش في الفراخ. منضفة قلب الفراخ كويس جدا. المكان ده ساعات بيكون فيه قطعة كده زي الكبدة، ودي طبعا مش كبدة خالص، دي حاجة بتكون ريحتها زفرة ومش حلوة تماما. فاتأكدي ان قلب الفرخة نظيف ومفيش فيه اي قطع دموية. وكمان الجزء اللي بيكون في الفرخة من فوق ده برضو بيكون زفر. بنشيله بالسكينة. ودي من اهم الحاجات اللي تخلي الفراخ معاكي ملهاش ريحة اي زفارة. وكده انا معايا الفرخة التانية. هنبدأ بالسهل علشان التخزين ما يكونش متعب، وبعدين هنشوف القطعة الصغيرة. الفرخة التانية هحتاج مقص او سكينة، وهشيل بس سلسلة الظهر عشان انا محتاجة اشويها على بعضها. وطبعا سلسلة الظهر اللي شلناها من الفرخة مش هنرميها، هنخليها دلوقتي هيطلع لها قطعة، وممكن نخليها مع الأجنحة أو نعملها في صينية بطاطس. في عضماية في أول الفرخة بعد الرقبة كده على طول، هكسر منها حتة صغيرة بالسكينة عشان الفرخة تتفتح معايا بنفس الشكل ده كده، عشان الفرخة فتحتها تبقى مرتاحة وتتفرد معايا بسهولة. وطبعا الفراخ المشوية بتفضل بالجناح، عشان كده هنتخلص من الجزء الصغير ده لأن بيكون ناشف ومش هيبقى حلو في الشوي. الفرخة التالتة هنقطعها 8 قطع، وهقول لكم اقتراحات ليها دلوقتي. هفصل الورك عن الصدر بالشكل ده، وبما ان سلسلة الظهر بتكون جامدة شوية هحاول افصلها بايدي او بالسكينة، الطريقة اللي تريحك. بس انا لما بضغط عليها بايدي بتسهل عليها شوية السكينة. هفصل الورك نصين من عند سلسلة الظهر بالظبط، من نص السلسلة عشان ما يبقاش جزء كبير وجزء صغير. ومن عند المفصل او الركبة هشيل الدبوسة الواحدة، والقطعة بتاعت الورك التانية دي اخليها على بعضها لوحدها. كده قطعنا الاوراق 4 قطع. وهنا هاجي من جنب سلسلة الظهر مش من النص، وهقسم الصدر نصين. العضمية اللي بتكون في صدر الفرخة من قدام دي بتكون قاسية شوية، فاضغطي عليها جامد عشان تفصل معاكي بسرعة. محتاجة منك ضغطة قوية شوية، لان لو قعدتي رايحة جاية عليها بالسكينة كده هتاخد وقت معاكي. وهنا هنشيل جناح الفرخة من عند الصدر، وهقطع الصدر قطعتين
وعلشان تشيلي جناح الفرخة بسهولة هتلفي حوالي المفصل او الكتف بتاع الفرخة. حددي مكان المفصل وخلي السكينة حوالي المفصل، ما تبعدش بعيد عنه عشان ما تبوظيش الصدر او ما تاخديش قطعة من الصدر. وكده الفرخة بقت جاهزة معانا، هتنفع لصينية بطاطس، للكباب حلة، الفراخ المشوية، لورقة الفراخ او صينية فراخ بالفلفل الالوان والبصل. وهنا الفرخة الرابعة هقطعها 4 قطع بس. الفرخة الخامسة هقطعها شيش، وطبعا احنا في بداية الفيديو قطعنا الفرخة قطعتين و4 و8، فعشان ما نعدش في الفيديو كتير ونطول الفيديو اكتر من كده. الفرخة متقطعة معايا 4 قطع. هنبتدي بالاوراق. هفصل الدبوسة لوحدها لان دي بتكون قطعة صغيرة مش محتاجة انها تتقطع، وبعدين باقي الورك او الفخذ هقطعه جزئين. هتلاقي في الورك عظمتين هتضيفي بينهم السكينة هيتقطع معاكي بكل سهولة، وحتة الجلدة او الدهن دي ملهاش لازمة هنشيلها لان مش هتبقى حلوة في الشوي. هسهلها عليكي شوية. من عند المفصل بتاع الركبة هشيل الدبوسة، وبعدين هتلاقي في القطعة التانية عظميتين كده قدام بعض، هتضيفي السكينة بينهم هيتقسم معاكي بسهولة. كده طلعنا من الوركين 6 قطع. وهنا انا شايلة الجناح بس سايبة الكتف بتاع الفرخة، وزي ما عملنا في الفرخة اللي قبليها هلف السكينة حوالي المفصل بتاع الكتف، هيطلع معايا بكل سهولة. في قطعة واحدة من الصدر هيكون موجود فيها سلسلة الظهر، هنشيلها بنفس الشكل ده، وبعدين هنقسم الصدر. الفرخة اللي معايا دي كانت 2 كيلو، فسهلت عليا شوية التقطيع ان انا اقدر اتحكم في التقطيع، فانا هقطع الصدر 4 قطع. لو الفرخة اقل من 1.5 كيلو هتقطع الصدر 3 قطع. وفي نهاية الفيديو هقول لكم الوزن المظبوط للفراخ المشوية او للفراخ الشيش او للبانيه او للحمام الكذاب. وفي الصدر التاني بيكون موجود جزء صغير من الرقبة، هفصله عن الصدر بالشكل ده، وبعدين هفصل الكتف عن الصدر. انا في التقطيع الاوراق قطعت ورك من جوه وورك من بره عشان تبقوا شايفين طريقة التقطيع، وبرضو في الصدور قطعت صدر من جوه وصدر من بره عشان تبقوا برضو اخدين بالكم من طريقة التقطيع واسهل عليكم التقطيع. ودي طريقة تقطيع الفراخ الشيش. طلعت معانا بسم الله ما شاء الله قطع كتيرة جدا من الفرخة، طبعا انا عديتهم بس تهت يعني. هضيفهم لاطباق او علب التخزين. وهنا الفرخة السادسة والاخيرة هي دي اللي محتاجة مجهود وتعب شوية. طبعا انا شايلة منها الاجنحة. هفصل الكتف عن الصدر. انا هنا حاولت ابطئ الفيديو شوية وانا بفصل الكتف الفرخة عشان دي اللي هنعملها بانيه، فانا مش عايزة ان انتي ايدك تعدي بالسكينة على الصدر. بعد ما اشيل الكتف هتخلص برضو من الجلد واي دهون موجودة في الصدر والعضماية بتاعة الظهر او السلسلة بتاعة الظهر. عشان اخلي الصدر ده بسهولة هبتدي من الجنب اللي هو بيكون لازق في الظهر، مش اللي هما بيكونوا الصدرين مقابلين بعض، الجنب اللي بيكون في العظم خفيف اللي لازق في الظهر. هبدأ من الاول خالص امشي بالسكينة جنب العظم واحدة واحدة. هو العظم في البداية ما بيكونش فيه الفص كتير، يعني بيكون بعيد عن الفص، بيبتدي كده يتقل كل ما بتخشي في الصدر من جوه. هبتدي جنب العظم من الاول خالص واتبت فيه كده، ما اشيلش السكينة من عليه، وافضل السكينة ناحية العظم وظهر السكينة ناحية الصدر، وامشي واحدة واحدة لحد ما اتخلص خالص من العظم. سهل جدا. الصدر التاني هنخليه من ناحية النص بتاع الصدر، يعني اللي هما الجنبين اللي بتوع الصدر اللي مقابلين بعض، وده البداية فيه بتكون العضمية تخينة شوية. برضو هضيف السكينة في الاول خالص وهمشي جنب العظم، اخلي سن السكينة ناحية العظم وظهر السكينة ناحية الفص، وهفضل ماشية واحدة واحدة لحد ما اتخلص تماما من العظم.
لو الصدر كامل على بعضه وجيتي تخليه بيكون متعب شوية، عشان كده اقسمي الصدر نصين وبعدين اخليه. هنجهز بولة او طبق جنبنا عشان اي قطعة ما نرميهاش هنحتاجها. انا مش بحب البانيه يكون رقيق قوي او تخين قوي، فهضيف السكينة في الاول وبعدين امشي بيها اشوف ده السمك اللي انا عايزاه ولا لا، وبعدين اضغط بايدي، بس ما تضغطيش جامد عشان السكينة ما تحوتش مني كده تلاقي قطعة في الاول تخين وفي الاخر رفيع. فحطي ايدك على السكينة وخليكي حاسة بالسكينة تحت ايدك. لو حسيتي ان السكينة جاية على ايدك قوي يبقى انت كده بدأتي ترققي زيادة عن اللزوم، حسيتي ان السكينة بعدت عنك فانت كده البانيه هيتخن معاكي. اخر قطعة في البانيه مش هتنفع ان هي تكون بانيه، فهقطعها اخليها مثلا للشاورما، للمكرونة بشاميل، او للفاهيتا. احنا ايام ما كانت الفراخ ب30 جنيه القطعة اللي في ايدي دي كنا بنخليها للفاهيتا او للشاورما او كده، فطبعا النهاردة مش هينفع خالص. هي بتكون في الصدر من تحت وبتكون مش ملك قوي تحسيها ان هي ايه القطعة الوحيدة كده في الصدر، فهشيلها بالسكينة واخليها على جنب. هنفتحها نصين ونعملها برضو بانيه. وبنفس الطريقة براحتك وعلى مهلك هضيف السكينة، هختار السمك اللي انا عاوزاه سواء تخين شوية او رفيع شوية، وهبتدي من الاول. هثبت ايدي وامشي لحد اخر الصدر، وحاولي تثبتي ايدك عشان السكينة ما تلفش في ايدك ويطلع جزء تخين وجزء رفيع. برضو نفس القطعة هفتحها نصين، هتبقى قطعة بانيه معانا محترمة جدا مش هتقول لا. البانيه دلوقتي ماسك اسعار بسم الله ما شاء الله عالية، فمش عارفين رايح بينا لفين يعني، فخلينا نحافظ على كل قطعة في الفراخ. وسواء غالية أو رخيصة فهي نعمة ولازم نحافظ عليها وربنا يرفع عنا الغلاء. صدر الفرخة طلعت منه 8 قطع بانيه وشوية الفاهيتا أو شوية القطع الصغيرين دول. وبما إني بحب جدا المكرونة البشاميل بقطع الفراخ، وطبعا أنا عملتها معاكم على القناة قبل كده، فدول بالنسبة لي كنز. ودي القطع اللي شلناها من البانيه ومن الحمام الكذاب. هنعمل فيهم ايه بقى؟ القطعتين اللي شلناهم من البانيه هنشيل من اي فص موجود فيهم، يعني هنشفيهم بقى تشفيت جزارين كده. اما سلسلة الظهر او الحتة اللي هي مكان الرقبة دي هنخليها دلوقتي مع سلسلة الظهر بتاعة الفرخة، او اللي هيفيض دلوقتي من الاوراق هتنفع كده في اخر الشهر في زنقة كده، هتطلع وتبقى جميلة جدا. هنلاقي اخواتها جايين دلوقتي، نعمل طبق كده نخليه على جنب هنحتاجه في اي وقت. انا عن نفسي دي اول حاجة بعملها في الفراخ، يعني بقطع الفراخ دي اول حاجة بستخدمها من الفراخ مع صينية بطاطس كده او بالبصل والفلفل الالوان في الفرن، بيبقى تحفة. طيب الاوراق هنتخلص من القطعة دي اللي هي بتكون بقت سلسلة الظهر. في الاوراق من جوه هتلاقي العظم ظاهر قدامك، هتدخلي بالسكينة من تحته لحد ما تتخلصي من السلسلة بتاعة الظهر كلها. مش هيبقى موجود معاكي في الورك غير العظميتين اللي جنب بعض دول. هفتح على العظماية فتحة صغننة جدا عشان بس اعرف اوصل للعظماية، لان البداية هنا بتكون فيها عروق وبتكون جنب العظم وجامدة شوية، يعني محتاجة جراح، محتاجة دكتور مجدي يعقوب عشان يعرف يخلي الحتة دي. فعلى مهلنا كده وهنبتدي واحدة واحدة نخلص العروق والفص من العظم. اول ما تتملكي بس من العظمية من فوق بالشكل ده اعتبر ان هي خلصت معاكي. همشي بالسكين على العظمية بالشكل ده كده كأني بقشرها، ملكيش دعوة خالص بالفص، يعني امشي على العظمية لحد ما اوصل للمفصل، هيطلع معايا بكل سهولة بالشكل ده. هنيجي بقى هنا تاني جنب شوية عروق وشوية عظم كده ماسكين في الفص بتاع الفراخ، فعلى مهلك خلص الفص لحد ما تتملكي بس من اول العظمية. وانتي بتشتغلي خلي الجنب الحامي بتاع السكينة ناحية العظمية عشان ما يقومش السكينة معدية منك في الفص تقوم مبهدلها. وخلاص كده انا مسكت العظمية اتحكمت فيها، همشي عليها لحد الاخر وكأني بقشرها بالشكل ده كده. خلاص انا كده في ثانية بقيت في اخر العظمية. هنكسر العظمية دي ازاي بقى؟ ليها طريقتين. بظهر السكينة كده بس السكينة تكون جامدة وهضغط على الحتة دي كده بالظبط اقوم كسراها.
بس دي طبعا مش حلوة وما بحبهاش، لان بيكون في عظم في الفص من تحت، او في اخر الورك من تحت. فهنعمل ايه؟ هنحتال عليها شوية كده ونسيسها واحدة واحدة، وهنمشي على العضماية وكأننا برضو بنقشرها كده لحد ما توصل معايا للآخر بالشكل ده. طلعت وكأن ما فيش كانت موجودة مع الفص أساسا. بص بقى الحركة دي، ما فيش عضماية واحدة في قلب الورك. هنخلي ورك تاني كمان مع بعض. طبعا انت لو حفظت الطريقة من المرة الأولى فانت ممكن تعدي المقطع في الحتة دي يعني لحد ما توصلي للي بعد كده. بس انا طبعا عشان اديكي حقك فانا هخليه معاكي مرتين، حتى الصدور خليتها مرتين عشان اديكي حقك. وزي ما عملنا همسك بس العضماية اتملك فيها بس من الاول، وهمشي عليها للاخر لحد ما اوصل للمفصل ده. هفصل العضمية الاولى من العضمية التانية عشان برضو اكون براحتي هنا. وكمان دي بتكون ايه فيها شوية عروق جامدين شوية كده من ناحية ايه الفص. سهلة جدا، كأنك بتقشري برتقانة، يعني زي ما تكوني مثلا مش عايزة تجرحي البرتقانة وفي نفس الوقت مش عايزة تسيبي القشر الأبيض في البرتقانة. اعتبريها كده مشيها. وأول ما تملك بس من العضمية خلاص هتلاقيني وصلت للآخر. الحتة دي برضو هتكون جامدة معاكي شوية، واحدة واحدة وبالراحة هتلاقيها خلعت منك بكل سهولة. أهم حاجة السكينة تكون الجنب الحامي بتاعها ناحية العضمية عشان ما تجرحيش الفص، أو تلاقي هوب ايدك معدية في الجنب التاني. وهنا بقى البهاريز هنشيل منها الدهون او الجلد اللي ملوش لازمه وهننضفها ونحطها مع اخواتها. وهنا بقى العيش ايه يا ساده؟ الكبد والقوانص. وطبعا نقعناها ونضفناها بنفس الطريقه بتاعه الفراخ عشان تبقى من المنظر والريحه الجميله دي. مش عايزه اقول لكم ما فيش فيها ريحه زفاره نهائي. طبعا شايفين اللون ده طبعا معناه ان هي اتنقعت في الخل والملح كويس والليمون كمان وبقيه الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها. وكمان الأجنحة هغسلها وهخليها في طبق لوحدها. طبعا في ناس ما بتاكلش الأجنحة، طبعا ده براحتك. في ناس ما بتاكلش الرقبة أو اللي هو الزور ده، فطبعا براحتك. يعني أنا مش بغصبك على حاجة انت تخزنيها، بس أنا على قد ما نقدر مش هنسيب أي حاجة من الفراخ. في ناس كده تطلع تقول يا ايه ده الجناح انت بتاكلوا الجناح؟ اه بناكل الجناح، وبيتعمل منه كمان أحلى وصفات. هو كنتاكي أحسن مننا ولا ايه؟ هضيف الفراخ اللي قطعناها وجهزناها لأطباق التخزين أو لعلب التخزين أو لأكياس التلاجة، يعني المتاح عندك أو اللي انت بتخزني فيه. عايزين نسهلها كده ما نعقدهاش، هي يعني ايه الدنيا غالية ومحدش مستحمل، يعني اللي عندك بتخزني فيه ماشي مش مشكلة. بس أنا عايزة يعني أقول لكم برضو حاجة بناء عن تجربتي أنا. العلب أو الأطباق بتخلي الحاجة شكلها حلو في الفريزر، وتقدري تشيليها بسهولة، وكمان الرصة بتاعتها بتكون سهلة، تعرفي توصلي للحاجة بسهولة مش بتلزق في بعضها. وطبعا في الأول وفي الآخر الطريقة ترجع ليكي انتي. خزني بالطريقة المريحة ليكي. لو أنا هخزن في الأطباق دي فأنا محتاجة منديل أو أكياس بلاستيك كده زي أكياس التلاجة بتتحط في أرضية الطبق، عشان ما ينفعش تخزني في الطبق على طول، لازم يكون في عازل ما بين الطبق وما بين الحاجة اللي بتخزنيها. وكمان هحتاج البلاستيك راب او الاسترتش. وطبعا لو هتخزني في كيس التلاجة فده مش محتاج حاجة. ولو هتخزني في العلب فالعلب بتكون بالغطا بتاعها برضو انت مش هتحتاجي ليها حاجة. الاطباق والبلاستيك راب والمناديل او القطع البلاستيك اللي هي اللي بنفرشه في ارضية الطبق ده، دي بتكون موجودة عند محلات الادوات الورقية. وممكن برضو في محل الادوات المنزلية او في كارفور في اولاد رجب. وسريعا كده عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده هقول لكم الاوزان المظبوطه للفراخ اللي ممكن تستخدميها. للفراخ المشويه او للفراخ المحشيه اللي هتعينيها سليمه للحشو، كيلو ونص، 2 الا ربع، 2 الا 200 جرام بالكتير قوي، عشان ما تاخدش وقت في التسويه وكمان التتبيله تاخد فيها بسرعه. للفراخ الشيش او المشويه او البطاطس او الكباب حله الخ بقى، يعني لحد بقى ما انت عايزه، دي من كيلو ونص لحد 2 كيلو ونص، مش مشكلة، كده كده انت بتقطعيها حسب ما انت عايزة. البانيه من 2 كيلو لحد ما توصل معاكي الفرخة، حتى لو توصل 5 كيلو. كل ما كانت الفرخة صدر البانيه الفرخة بتاعته وزنها كبير هيديكي قطع اكتر وهيديكي كمان حجم كويس للبانيه.
الحمام الكداب من 2 كيلو الا ربع، 2 كيلو، 2 كيلو 100 جرام. بلاش تكون كبيرة قوي لان هيكون الورك كبير مش مستحب يعني، وخصوصا ان هو لسه بيتحشي وبيتلف، فهي كل لما كان مثلا من 2 الا ربع، 2 و100 كده كويس. ووصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. استنوني فيديوهات جاية كتير على قناتي أفنان أيمن.